بورتون في بي ان تطبيق جديد محمله 10 مليون مستخدم للفي بي ان. واللي ما يعرفش وظيفة الفي بي ان فهو بيشغل لك اي لعبة او اي تطبيق مش متاح في بلدك. يعني مثلا ممكن تخش على اي تطبيق يقول لك ايه غير مخصص لهذه المنطقة، فده معناه ان انت حضرتك ما ينفعش تحمل التطبيق او تستخدمه خالص لانه مش مخصص للبلد اللي انت فيها. لما تشغل بقى تطبيق زي بورتون في بي ان او اي في بي ان فبيفتح لك بقى اي تطبيق او اي لعبة مش مخصصة ببلدك. كمان وظيفة الفي بي ان ان هو بيفتح لك اي خبر محجوب في الدولة اللي انت فيها. والوظيفة الاخيرة ان هو بيخفي الاي بي ادرس بتاعك لو انت فاتح شبكة عامة من واي فاي في كافيه في فندق في مطعم في اي حاجة. فما كنتش تعرف ان المعلومات دي كلها الفي بي ان بيعملها ويخليك تلعب بسرعة اعلى، بس مش بالفي بي ان المجاني. كل ما يبقى فيه سيرفر بفلوس كل ما هتلاقي السيرفر بتاعك سريع و... وبيخليك تلعب العاب اونلاين بوقت طويل. لو خدت السيرفر المجاني بيديك نص ساعة وبيجي فاصل منك، وده طبعا بالنسبة للناس اللي بتلعب او بتعمل داونلود او بتفتح مواقع ومحتاجة تشاهد عليها حاجات، فبيبقى حاجة مؤذية او متضايقهم جدا. فمحتاج ان انت تاخد في بي ان باشتراك، هيبقى احسن كتير جدا من انك تاخد في بي ان مجاني. لو ما كنتش عارف المعلومات دي وعرفتها مني، شير ولايك وسبسكرايب. لينك التطبيق سيبهولك في الديسكريبشن.